القرار اللي هو مكان ضرب الكورة من راسك أو رجلك. يعني مثلا لو هتلعب الكورة براسك لازم تلعبها من الجبهة، وتقدر تشوطها بقوة بإنك تحرك صدرك العلوي وراسك من ورا لقدام قبل لمستك ليها. وعينك لازم تبقى مفتوحة عشان تبقى شايف هتوجهها فين وهتلعبها من أنه جزء من جبهتك، يعني من النص ولا الجنب اليمين أو الشمال. وده طبعا على حسب وضعية جسمك والكرة جايلك ازاي والمكان اللي انت عايز توجهها فيه. وبتلعب الكرة من نصها إلا في حالة الدفاع، فبتلعبها من آخر جزء منها كأنك بتشيلها عشان تبعد أطول مسافة عن جونك. وطبعا هنبقى نعمل حلقات تانية عن باقي أنواع الكرات العالية وإزاي تتعامل معاها برجلك. ليه؟ ابو تريكه؟ لا يا عم مش ابو تريكه، ايه الحمار ده جايبينه منين؟ توجيه الكورة، ودي آخر وأهم نقطة. فبالنسبة للمهاجم لازم توجه الكورة وتركنها في زاوية، بس مش شرط ده يحصل في كل المواقف. في أوقات بتبقى محتاجة منك قوة بس، وبالذات لو قريب قوي من الجون، لأن هيبقى صعب على حارس المرمى إنه يصدها من المسافة القريبة دي. فبلاش فزلكة وتحطها بشكل جمالي، والعب السهل دايما، لأن ممكن الكورة تضيع وده هيفرق مع